السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد النهاردة درس جديد بعنوان جمع المذكر السالم. طيب ايه هو جمع المذكر السالم يا صديقي؟ قال لك ببساطة جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين. اثنين بس مش اثنتين، لان جمع المذكر السالم خاص بالمذكر. هو ما دل على اكثر من اثنين، تمام، بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. مش فاهم؟ يعني ببساطة يا صديقي، أنا هجيب كلمة مفرد وهزود عليها واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر. ولكن جمع المذكر السالم عنده شرط صغير كده، ايه هو؟ ان جمع المذكر السالم مش بيجمع غير المفرد المذكر العاقل. يعني مش اي مذكر ينفع اجمعه جمع مذكر سالم. امال ايه؟ قال لك لازم يكون عاقل. طيب انا مش فاهم، اديني مثال كمان. يعني مثلا لو انا قلت لك كلمة زي كلمة قلم، هل ينفع اجمعها جمع مذكر سالم؟ طبعا الاجابة لا. ليه؟ لانها ليست عاقل. ليه؟ لان الكلمة مش عاقل. طيب لو انا جبت لك كلمة مثلا زي كلمة معلم، معلم عاقل، ينفع ان انا اجمعه جمع مذكر سالم؟ ايوه. طيب اجمعه ازاي؟ قال لك ببساطة بتزود يا اما واو ونون يا اما ياء ونون. فكلمة معلم لما هزود لها واو ونون هتبقى معلمون. طيب لما هزود لها ياء ونون هتبقى معلمين. طيب واحدة كمان، لما اجي اقول لك مثلا كلمة زي كلمة مهندس، كلمة زي كلمة مثلا عالم، تمام. طيب تعالى نجمع كلمة مهندس. اتفقنا هنزود واو ونون او ياء ونون. واو ونون هتبقى مهندسون. طيب ياء ونون هتبقى مهندسين. طيب كلمة عالم لو انا جيت زودت لها واو ونون او ياء ونون، يلا واو ونون هتبقى عالمون. طيب ياء ونون عالمين. اذا جمع المذكر السالم عبارة عن جمع للمذكر بيكون عن طريق ان انا اجيب المفرد المذكر العاقل وازود له يا اما واو ونون يا اما ياء ونون. طيب تعالى نكمل. بعد كده يا صديقي عندي علامات اعراب جمع المذكر السالم. طبعا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث حالات او ثلاث حالات اعرابيه: حاله رفع وحاله نصب وحاله جر. حاله الرفع يا صديقي مع جمع المذكر السالم بيكون يا صديقي مرفوع بالواو. فجمع المذكر السالم مرفوع بالواو، مش هو اخر واو ونون؟ يبقى مرفوع بالواو. طيب حاله النصب قال لك بيكون منصوب بالياء. حالة الجر بيكون مجرور بالياء. يبقى مع جمع المذكر السالم مرفوع بالواو، منصوب بالياء، ومجرور بالياء. طيب تعالى نكمل يا صديقي ونقول مثال. صلى على رسول الله. لو انا جيت قلت لك يا صديقي جاء المعلمون، مثلا سلمت على المعلمين، مثلا كرم المدير المعلمين. طيب تعال نعرف يا صديقي. جاء ده فعل ماضي مبني على الفتح، المعلمون ده تعرف فاعل، والفاعل زي ما اتفقنا يا شباب دايما مرفوع. طيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه. اقف بقى، كلمة المعلمون ديت مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا كلمة المعلمون دي جمع مذكر سالم، علشان اهو جمع اخره واو ونون، ولو شلت الواو والنون هلاقي نفسي في المفرد. يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه؟ هقول له لانه جمع مذكر سالم.
طيب سلمت على المعلمين، المعلمين هتعرب ايه؟ قال لك اسم مجرور. طيب اسم مجرور ايه؟ قال لك اسم مجرور وعلامة جره اقف. كلمة المعلمون مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع مذكر سالم، اذا هيكون مجرور بايه؟ هيكون مجرور بالياء. ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. كرم ده فعل ماضي، مين اللي كرم؟ المدير، اذا المدير تعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لانه مفرد. طيب ماذا كرم المدير؟ الاجابة المعلمين، اذا المعلمين ده هتعرب ايه؟ هتعرب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ايه يا صديقي؟ علامة نصبه الياء. ليه؟ هقول له لانها او لانه جمع مذكر سالم. طيب اخر حاجة ونبقى خلصنا جمع المذكر السالم. سؤال: هل اي كلمة اخرها واو ونون او ياء ونون تكون جمع مذكر سالم؟ طبعا الاجابة لا. يعني انا مثلا عندي كلمة زي كلمة فنون، خلي بالك علشان انت ممكن تتخدع فيها. طيب احنا اتفقنا ان انا علشان اعرف اذا كان الجمع مذكر سالم ولا لا بحذف الواو والنون. طيب انا لو حذفت الواو والنون هيبقى لي كلمة فن، هل معنى كده ان دي جمع مذكر سالم؟ طبعا الاجابة لا. ليه؟ لانها غير عاقل. تمام. طيب الحاجة التانية يا صديقي، كلمة مثلا زي كلمة مساكين اهي اخرها ياء ونون وعاقل. طيب هل دي جمع مذكر سالم؟ طبعا برضو الاجابة لا. ليه؟ لان انا لو جيت شلت الياء والنون هيبقى لي كلمة مساك. ايه مساك ديت؟ ركبت معاك كمفرد؟ لا، يبقى كلمة مساكين ما تنفعش لانها اصلا جمع ايه؟ جمع تكسير. طيب لو انا جيت قلت لك مثلا كلمة زي يلعبون اهي اخرها واو ونون اهيت، ولو شلتها تبقى مفرد، هل هي جمع مذكر سالم؟ طبعا برضو الاجابه لا. ليه؟ قال لك لانها فعل، والمفرد والمثنى والجمع كل دول ايه؟ كل دول اسماء. وبكده نكون خلصنا حصه اليوم. في نهايه حصتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.